بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. النهاردة هنعمل بطاطا بالبشاميل. هنجيب 2 كيلو بطاطا ونغسلها كويس، نمسكها نقطعها. ممكن نقطعها نصين، ممكن نقطعها كذا جزء. ورق أبيض من اللي بتلف في السندوتشات، هنرص فيه البطاطا بالشكل ده، وهرش شوية سكر على كل قطعة بطاطا. بعد كده هقفل الورقة على البطاطا وهقفلها واغلفها كويس، وهنزل عليها بنص مج مية يبل الورق كله، واغطيها واحطها على نار هادية جدا لحد ما تستوي. ممكن نضيف مج مية بالتدريج اثناء التسوية. هنجيب حوالي من 5 ل6 معالق سمنة، حوالي 5 معالق من الدقيق. لحد ما ريحة الدقيق تطلع نبتدي ننزل باللبن بالتدريج مع التقليب المستمر. انا بحب احط معلقة سكر في البشاميل مع ذرة من الملح عشان تعدل الطعم، ونقلب كويس لحد ما يدوب السكر مع ذرة الملح في قلب البشاميل. ونبتدي ننزل بكام نقطة كده من الفانيليا لو سايلة، ونقلب البشاميل كده سمكه حلو معقول كريمي. نقشر البطاطا ونهرسها، وننزل عليها وهي سخنة بنهرسها حوالي مج سكر، ونقلب كويس عشان السكر يدوب مع البطاطا. ونضيف معاهم حوالي معلقة سمن بلدي كده لو موجودة، بتديها طعم حلو قوي. معلقة زبدة، معلقة سمن بلدي. نجيب صينية ندهنها سمنة بمعلقة بقسماط، وننزل بالبطاطا في قلب الصينية نسويها، نحاول نسويها على قد ما نقدر. ننزل بالبشاميل على البطاطا ونسويها، ندخلها الفرن على فرن السخن 180 درجة لحد وشها ما يحمر. ما نقطعهاش وهي سخنة، نبتدي نستنى عليها ما تهدى خالص ونبتدي نقطعها. وبعد ما تهدى خالص هي بتتاكل سخنة أو ساقعة، وبيبقى طعمها حلو وهي ساقعة وطعمها حلو وهي سخنة. جربوها وهتعجبكم.